السلام عليكم. خلاص الدوري بيقرب، فاضل ماتشين للأهلي. البنك يوم 17 وفاركو يوم 28. عايز أتكلم عن ماتش فاركو مش البنك. مش عايزين، دي رسالة لمحمد يوسف وعماد النحاس وأحمد شوقي، مش عايزين ماتش فاركو يتحول لإنبي جديد وسيد عبد النعيم جديد تاني. مش عايزين ماتش فاركو يتحول لماتش انبي وسيد عبد النعيم من جديد. احنا عارفين ان في السنه بتاعت ماتش سيد عبد النعيم كنا محتاجين نتعادل، حتى ما عرفناش وضاع الدوري. فاحنا محتاجين 4 نقط من الماتشين. هنلاعب البنك، احنا البنك السبت الجاي مركزين. المشكله ان احنا هنقعد 11 يوم عقبال ما نلاعب فاركو. فاركو فرقه كويسه قوي، في لعيبه كويسه قوي، معاهم مدرب كويس قوي، وتعبنا معاهم في الدور الاول. ف تاني ماتش فاركو اهم من البنك. لو عايزين احنا نركز وناخد الدوري وما نبصش لبيراميدز وما نبصش للفيلم الكوميدي اللي كان بيتعمل امبارح بين الزمالك وبيراميدز، واستهتار عواد واستهتار لعيبه كتيره من الزمالك، وما عندهمش حميه ان هم حتى يتعادلوا او يلعبوا كره على الجون. اول كره، اول شوطه كانت في دقيقه 82. ف الماتشين دول مهمين قوي. ماتش سيراميكا عدى يعني بذكاء بن شرقي. الكرة بتاعت بن شرقي دي يا جماعة صعبة جدا، الجون بتاعه ده لو مع لعيب تاني هيشوطها في جسم بسام، لكن هو ما شاء الله عليه قدر انه يلعبها من فوق بسام. وانقاذ ياسر ابراهيم اللي وقع قلوبنا في اخر الماتش ده. ورسالة بقى للكابتن حسين الشحات، انت عايز ايه مننا؟ يعني الاهلي ما عندوش بدله والله. يعني انا رايي ان يكمل بطاهر. حسين الشحات بيقدم ضحك والله، لا عايز يلعب ولا عايز يدافع ولا عايز، والبدني واقع. ربنا يستر ان شاء الله على الماتشين الجايين دول وناخد الدوري.